السلام عليكم يا فراولات. النهارده فيديو جديد. الفيديو ده ما كانش هيتصور ولا كان في البال ولا على الخاطر. النهارده الفيديو كان يعني غريب جدا. اولا الواحد كان قاعد كده في امان الله عادي جدا. طبعا كلكم عارفين او البعض منكم عارف ان انا عندي كام عصفور كده. آه يعني مش هقول لكم بيسلوني والله. هو الفكرة كلها ان يمكن طارق من ساعة ما جابهم لي، يعني انا ببقى بحب ان انا اهتم بيهم، مش عشان هم هدية. هي الفكرة كلها روح. وحتى لو ما عنديش عصافير انا نفس الحاجة بعملها، وهي للعصافير اللي هي بتاعت الشارع. بحب احط لها ميه، ممكن احط لها اي حاجه بقى اكل العصافير. يعني بحب ان انا اعمل الحركه دي، خصوصا كمان لما بيكون الجو حر قوي. فبقول يعني اهو الواحد ثواب مش اكتر ولا أقل. اكتشفت للاسف ان الموضوع ده مضايق آه، يعني الناس وكده. لقيت حد عمال بتزعق هي واحدة. احنا الحاجة بتقع علينا، والحمام بتاع العصافير. انا كل ده انا جاي في دماغي عصافيري، عمالة ابص لعصافيري. طب انتوا بتعملوا حمام ازاي؟ يعني بتعملوا حمام بيقع تحت ازاي؟ بيقع مش عارف ايه ازاي؟ مبهدلين الدنيا ازاي؟ اتاري بقى مش العصافير اللي في القفص، العصافير اللي هي بتاعت الشارع، اللي بنحط لها الاكل مثلا على سور انا بحط الاكل على سور البلكونه، وبعد كده ببتدي بقى اكنس او المه او ايا يكن بقى. فاتاري بقى العصافير اللي هي بتبقى في الشارع، اللي هي طايره في الجو عادي، لما بتقف كده تشرب ولا تاكل ولا اي حاجه، هي بقى بتعمل حمام، بتوقع الاكل مش عارف ايه. والاكل ايه؟ بيبقى اكل عصافير يا جماعه. يعني مش ببقى حاطه مكرونه مثلا، يعني مش حاطه اكل البيت مثلا، يعني حاطه اكل عصافير، شويه اكل من بتاع العصافير. فطبعا ده عامل ضرر وبتاع. انا المشكله مش في كده، يعني انا عارفين انا المشكله كلها كانت معايا يعني في الاسلوب بتاع الشكوى بس. يعني اسلوب الرتح بقى اللي هو عارفين. وفي وقت انا استغربت اصلا في رد فعلي. يعني عارفين انتوا لما تكونوا فاقدين الشغف اساسا، ما عندكمش طاقة ان انتوا لا تردوا، لا بسلبي ولا بايجابي، ولا حتى تبرروا، ولا حتى تقولي طب يعني فين المشكلة، او طب انت ذنبك ايه، او انت بتعملي حاجة ثواب. عارفين انا واصلة لمرحلة اللي هو يعني انا فعلا كانت رد فعل غريبة. انا كل اللي عملته طبعا بعد وصلة رتح ووصلة زعيق من الطرف التاني، انا فضلت بصة كده. كل اللي انا عملته بالمقشة ورحت كنسة الحاجة اللي على السور وبس كده. يعني عارفين انتوا متخيلين رد فعلي؟ يعني هل انتوا متخيلينه؟ ده كان كل رد فعلي، لا اكتر ولا اقل. ما كانش عندي شغف 1% حتى ان انا ارد او اقول حاجة ايجابية او حاجة سلبية، او هو ايه الاسلوب ده مثلا، او بالراحة مثلا، او انا مالي، او الواحد يعني حتى جملة اللي هو حتى الثواب مش صعبوه علينا او صعبتوه علينا، والله العظيم ولا بسلبي ولا بايجابي. طبعا انا يعني شحنة الغضب اللي كانت جوايا عشان آه يعني مش هقولكوا انا ما طلعتهاش، انا لو عايزه اطلعها كنت طلعتها، بس انا يعني قررت ان انا اطلعها بقى في التنظيف. فاهمين الفكره؟ معرفش لقيتني مره واحده يلا انا مكنتش هعمل البلكونه دي خالص دلوقتي عشان التراب بيني وبينكم، وانا مش قادره كمان اشم تراب. هتقولي كنت كنست بالمكنسه. ما كنتش قادرة والله، ولا كان في دماغي اساسا ان يعني اي حاجة هتتعمل، ولا كان في دماغي. عارفين يعني ولا كان في دماغي. المهم لقيتني جبت المقشة والجاروف بتوعي،
وقلت اكنس البلكونه. الموضوع بقى يعني ما جاش معايا في كنس بلكونه بصراحه، لقيتني بكنس البلكونه وبشيل النجيله. قلت انفضها واشيل بقى ايه الحاجه، وابتدي ان انا اكنس. وبعد كده انا عايزه اكنس السيراميك نفسه بتاع البلكونه وعايزه امسحها. فده اللي انا ابتديت اعمله. طبعا انا اوقات والله هتقولي ممكن يا زيزي تحطي الحاجه في اطباق، او تحطي، اوقات بحطها في اطباق، اوقات بحطها كده عصور. وبحط حاجه بسيطه جدا يعني، والله العظيم حاجه بسيطه جدا فوق ما انتم ما تتخيلوا. مش بحط مثلا بقبضة ايدي مثلا اكل العصافير ده، انا بحط ايه رشه كده يعني موازيه كده للسور. بقول ايه عشان اي طير يعدي جعان ولا حاجه ياكل، اي طير معدي عايز يشرب يشرب، الواحد ياخد ثواب. يجي كده يوم من الايام نلاقي حسنات جاياله مش عارف جاياله منين. فاهمين الفكره؟ فللاسف يا جماعه طلع ده ضرر غيري حمام العصافير، مع ان هما والله العظيم من غير ما احط اصلا ممكن يبقوا طايرين ويقفوا على الصورة عندي عادي، والاقي مثلا حمام، يعني حمام ليهم، وما بكونش حاطه لا اكل ولا شرب بقى عادي، بلاقي عاملين عندي حمام. هعمل مشكلة مثلا، او هعمل هقول انا اتضريت من العصافير؟ اكيد مش منطق يعني، اكيد مش هقول كده يعني. فعشان كده انا فعلا ما كانش عندي رد، او ان انا يبقى ليه رد فعل قوي او مفيش. انتوا فاهمين؟ بيني وبينكم دخلت البلكونة، ومن ساعة ما دخلتها طبعا انا قفلت الازاز عليا زي ما انتم شايفين، ومن ساعة ما دخلتها انا مش عايزة اخش الا لما تكون خلصت، لان انا منضفة الريسبشن ومسحاه كله. مش مسحاه كده، انا دعكاه يعني دعك السيراميك ده بالمقشة ومنضفه الريسبشن كويس جدا. فقلت لا، انا مش يعني عشان التراب وكده وما اقعدش ادخل واخرج، انا رحت جايبه الموب والجردل والميه، الجيركن اللي فيه الميه والمعطر، رحت حطاهم قدام باب البلكونه، واخدت معايا المقشه والجاروف والمقشه الكبيره دول اخدتهم معايا. فقلت ايه عشان ما اخش بس ايه الشقه تتوسخ او حاجه. طبعا امبارح عملت لهم فراخ ورز وصنع عصفور، والله العظيم ما حد فيهم اكل، مش راضيين ياكلوا وبيشربوا بالظبط معلقتين لسان عصفور. النهارده بعد محالات ومش محالات بس عشان ياكلوا، ده انا كنت بغرف وبحط الاكل اجباري وبرده بشيله زي ما هو. بصوا في الاخر قالوا لي طب عايزين ناكل دلوقتي احنا جعانين، عايزين ناكل جبنه. يا بنتي هجيب لك شويه لسان عصفور، يا بنتي التانية اجيب لك مش عارف ايه حته فرخه، ولا راضيين. ادي جبنه بيضه، حطيت لهم عليها رشه زيت زيتون بسيطه، وقطعت جنبهم خيار. قال لي سخني لنا عيش على البوتاجاز، سخنت ادي رغيف وادي نص رغيف. فقالوا لي مش عايزينه يتحرق قوي، فعملت لهم زي ما هم بصوا والله العظيم بغرف الاكل وبيتشوي، ده غير باقي الفراخ بتاعتهم في التلاجة. طبعا الاكل اللي ما بياكلوا منه معلقه ولا حاجه بلمه على بعض كده عشان احطه في كيس. وطبعا عهد تعبت جدا والدور يعني قلب جامد، بتاع الصيدليه قال لي خدي لها ده اللي هو ليفوستام، عشان قلبت معاها برشح وعطس بتعطس كتير جدا، فجبت لها واحد. والدكتور بتاع وعد عشان الترجيع مش راضي يقف، فقال لي تاخد اللزق دوت بس هتاخد 3/4 والباقي ارميه. يعني الواحده بديها منها 3/4 وبرمي ربع. فاهمين الفكره؟ الله المستعان. بعد ما حطيت لهم الاكل طبعا ابتديت بقى، انا كان عندي برضو شويه حاجات، فقلت ايه اعملها بالمره. دخلت بقى ايه الدريسنج كده، قلت اكنسه كده بالمره، مطرح كنسل البلكونه، مطرح بقى يعني اوقات كده كنوز البلكونه مثلا اللي داخل من هنا خارج هنا، بيبقى فيه فرافيت كده في الارض مش عارف ايه، خيط اي حاجه من الحاجات دي. فكنست بس السيراميك
الحتة اللي هي الكبيرة اللي قدام باب الدريسنج. طبعا كنت مشغلة قرآن، ف رحت كنسة كده السيراميك زي ما انتم شايفين. طبعا خدت الطرقة معايا، يعني الطرقة كلها كده. رحت وانا رايحة اجيب المقشة، رحت واخدة الطرقة معايا كده ايه، كنز، ودخلت بقى لحد الدريسنج من جوه. قلت بالمرة طالما هو عايز يتعمل ابتدي ان انا اعمله، يعني ايه بالمرة عشان ما يبقاش ورايا برضو اي حاجة. ابتديت بقى ان انا برضو اشوف الحاجات اللي عايزة تترص. انا كان عندي غسيل فشيلته. طبعا ابتديت ان انا انقضه. الحاجات اللي عايزة تخش اوضتهم دخلتها، والحاجات اللي عايزة تخش اوضتي دخلتها، والحاجات اللي عايزة تترص هنا ابتديت ان انا احطها هنا. برضو لميت اي شوزات بره عشان احط كل حاجة مكانها وارجع كل حاجة مكانها. وابتديت بقى ان انا اشوف الهدوم بتاعتي. برضو نقطت كل حاجة، البندانات، الشرابات، البناطيل، الهدوم اللي عايزة تتطبق حطيتها في مكان واحد. ده اللي انا ابتديت ان انا اعمله. طبعا انا عايزة اقول لكم ان انا من ساعة اساسا ما بصحى لحد ما بنام انا يعني ما بقعدش، ببقى عايزة اخلص كل حاجة عشان ما يبقاش ورايا اي حاجة وايه، وابقى متضايقة او اكسل او الواحد. انتوا عارفين لو انت بتعملي حاجات ووراكي كذا حاجة وكسلتي عن حاجة خلاص مش هتقدري ان انت تعمليها. فبحاول ان انا بقدر الامكان طبعا ان انا اخلص كل حاجة في نفس اليوم، وطبعا ده بيبقى صعب جدا. بس يعني اللي هو لازم، لان لو اجلته بكره في الظروف اللي انا فيها دي الوضع هيبقى اصعب. انتوا فاهمين الفكره، وانا ما بصدق اخلص بصراحه. فعشان بس ايه، طبعا التعب بتاع البنات يعني الموضوع مرهق بصراحه جدا. فالله المستعان. والناس بصراحة يا جماعة بقى معرفش انا ليه بقى عندي الاحساس ده، بس انا بقيت احس ان الناس خلقها ضيق. الناس مبقتش زي زمان. الناس بقت بتتلكك، او يعني عارفين احنا يعني الخناقات بتاعت دلوقتي يعني غريبة جدا على حاجات هبلة قوي او حاجات تافهة قوي او حاجات يعني ملهاش لازمة ملهاش داعي. لكن يعني اوقات طبعا بتقدري تتحكمي في نفسك وما يبقاش ليكي رد فعل، بس اوقات انت مش تبقى قادرة تتحكمي في نفسك وهتلاقي رد فعلك عنيف جدا وهيكون غريب. بس هو غريب وعنيف لان انت شايفة ان الموضوع تافه. يعني الموضوع هو ليه الحكاية دي كلها؟ انتوا فاهمين انا عايزة اقول لكم ايه؟ فطبعا قررت ايه، اقتصر الشر زي ما بيقولوا، وقلت يا بنت ما ترديش واعملي البلكونه وريحي دماغك وبنقص طالما الموضوع ده بيضر. طب خلاص تمام ماشي. مع انه والله العظيم والله العظيم انا لو حد بيعمل كده يعني انا مش هتضايق اساسا، يعني ولا ضرر ولا هقول اي شيء. او احنا كام واحده فينا ممكن تبقى نشره الغسيل وعلى الحبل عادي وتلاقي حمام عصافير على اقل كلمه بنقولها ايه، هنتكسي. اقل كلمه دي احنا بنقولها وعادي. هو انتي لحد حاطط فوقيكي مثلا اكل ولا حاجه، بس ممكن تبقى عصفوره معديه ولا حمام معديه تعمل حمام على هدوم الغسيل اللي انتي نشراها عادي، ما بقاش لينا رد فعل ولا اي شيء. انتوا فاهمين؟ فحتى لو الاكل بتاع العصافير وقع فهو حاجه صغنطوطه جدا، يعني مش اللي هي هتعمل مشكله او هتعمل اذيه، فاهمين؟ ولكن يعني انا بصراحه انا عارفه ان رد فعلي كانت غريبه، بس انا فعلا فاقده الشغف. انا ما عنديش طاقه لحد. خلاص الناس خلقها ضيق تمام. نتلاشى بقى نتلاشى كل حاجة عشان هو الواحد فعلا مش ناقص. طبعا بعد ما خلصت روقت المطبخ بتاعي، شطبت الحوض، عملت كل حاجة ورايا الحمد لله. وهو ده كان يومنا النهاردة.